شباب تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا بنعمل مراجعه للاربع اجهزه اللي في الفصل الثاني. هنبدا الاول بجهاز الجلفانومتر، يلا بينا كده. اول حاجه بيقول لك اقسام تدريج الجلفانومتر بتبقى متساويه دائما ولا غير متساويه ولا قد تكون متساويه او غير متساويه. طبعا هي دايما متساويه دائما. ليه بقى؟ لان حساسيه الجهاز بتساوي سيتا على اي، فكده كده الحساسيه ثابته للجهاز الواحد. سيتا واي بيبقى بينهم علاقه طرديه بتخلي التدريج بتاعك يبقى تدريج منتظم. اسطوانه الحديد في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك تعمل على ايه؟ انا عايز افكرك برضو ان الحساسيه غير ان هي بتساوي سيتا على اي، بتساوي بي اي ان على كي. افتكر بقى الحاجات دي معناها ايه. البي اللي هي كثافه الفيض، واللي هي بتبقى اعلى قيمه ليها لما نحط اسطوانه الحديد المطاوع. وطبعا البي لما بتعلى معايا بتعلي لي الحساسيه. احنا قلنا من ضمن وظائف اسطوانه الحديد المطاوع ان هي ممكن تخلي كثافه الفيض اعلى ما يمكن، فتعلي حساسيه الجهاز، بتخلي البي ثابته فبتثبت الحساسيه. وكمان مع وجود كي صغيره لها علاقه بمرونه الزنبركين، يبقى المفروض اسطوانه الحديد المطاوع تعمل على زياده حساسيه الجهاز. مؤشر الجلفانومتر من الألمنيوم، لو بيكلمك عن المؤشر طبعا ده عشان يكون خفيف فيحس بأضعف التيارات. يلف الملف على إطار من ده بقى الألمنيوم الثاني. انت بتحط 2 ألمنيوم جوه جهاز الجلفانومتر. الألمنيوم بالنسبة للمؤشر عشان خفيف، لكن بالنسبة للملف الإطار بيبقى خفيف من الألمنيوم برضو. بس إيه السبب بقى؟ إحنا ليه بنعمل إطار من الألمنيوم بنلف حوالين ملف الجلفانومتر؟ علشان ما يتأثرش بأي مجالات مغناطيسية خارجية. طب تعالى كده. يعاير الجلفانومتر لمعالجة، طبعا كلمة يعاير قلنا يعني يبدأ من عند صفر التدريج، طبعا لتغير مرونة الزنبركين صح وتغير قوة المغناطيس، يبقى الاتنين معا. ودي كانت من ضمن عيوب جهاز الجلفانومتر. يستطيع الجلفانومتر قياس شدة التيارات المستمرة الضعيفة، ما يعرفش يقيس الباقي. من وظائف الملفات الزنبركية لازم تبقى عارف بقى، الملفات الزنبركية دي مصنوعة من مادة البرونز فسفور، وقلنا ان هي 1 مدخل ومخرج للتيار، 2 هي بتولد عزم ازدواج بيزيد لغاية ما يبقى قد عزم الملف، وبالتالي العزم ده بيتزن او بيتساوى مع عزم الملف ويبقى عكسه في الاتجاه، ويجعل المؤشر يستقر عند القيمة اللي احنا عايزين نقيسها. عند انقطاع التيار الكهربي هي كمان بتخلي المؤشر يرجع لوضع الصفر تاني. طب هل هي بتقلل الاحتكاك؟ لا طبعا. هل هي بتدفع الملف باتجاه الاتزان؟ دفع الملف باتجاه الاتزان اللي بيعمله عزم الملف، اللي هو بيبقى قيمة عظمى دايما، ده اللي بيزق المؤشر علشان يوصله لحالة الاتزان، فدي لا. طيب مقاومة حركة الملف للوصول للاتزان، ايوه صح، لان هي لو ما كانتش بتقاوم المؤشر كان هيوصل عند القيمة اللي عايز يقيسها وهيعديها. احنا لازم نخلي المؤشر بتاعنا لو ادي صفر التدريج، انا عايز المؤشر يقف هنا. اللي بيخليه يتحرك عزم الملف، اللي بيخليه يتقاوم ويتزن ويقف هنا عزم الملفات الزنبركية. عدم الحصول على الاتزان مطلقا غلط طبعا، فتبقى الإجابة الثالثة هي الإجابة الصح. 8 بيقول لك في بداية مرور التيار الكهربي في ملف الجلفانومتر يكون في بداية مرور التيار الكهربي، هل عزم الازدواج المغناطيسي اللي هو عزم الملف بيكون أكبر من عزم الزنبركين؟ أيوة صح، دي صح. في البداية الملف بيتأثر بعزم قيمة عظمى، ثم بعد كده لي الملفين الزنبركين لما بيتشدوا بالمؤشر بيولدوا عزم بيزيد لغاية ما بيساوي عزم الملف ويبقى عكسه في الاتجاه. هل عزم الازدواج المغناطيسي اللي هو عزم الملف أصغر؟ لا. هل عزم الازدواج المغناطيسي بيساوي عند الاتزان، يعني لما نوصل لحالة الاتزان. لا توجد علاقة بينهم، لا غلط، يبقى الإجابة هي 1. طب تعالى كده. إذا استخدمت أقطاب مغناطيسية مستوية، السؤال ده حلو جدا وكنا واخدينه في تسميع قبل كده. لو الأقطاب مستوية طبعا هنا لن يصبح مستوى الملف دائما موازي للمجال، وهيبتدي يصنع زاوية مع المجال،
فهيبتدي يبقى الفاي ام بتاعتي بتتغير. ده لو بيتكلم عن الفاي ام، لانها هتبقى بي في ايه ساين سيتا، وسيتا دي اللي بتبقى بين المستوى مع المجال. ماشي. هل ساعتها الملف هيتأثر بعزم ازدواج قيمة عظمى؟ لا، ده هيبقى عزم ازدواج متغير بسبب تغير الزاوية. طيب تتغير قيمة عزم الازدواج أثناء الدوران؟ أيوه. لا تتغير القراءة، بالعكس. ده أنت اللي هتلاحظه بقى هنا إيه؟ إنك هتلاقي المؤشر ده غالبا مش مستقر عند قيمة تدريج معينة كده، عمال بيتذبذب. وواحد يقول لي طب ما هو قد لا يتحرك المؤشر احيانا. دي صعبه جدا بسبب القصور الذاتي. هو ممكن في بعض الاحيان يبقى مش معنى كلمه ان هو ما بيتحركش ان هو واقف، يعني ان هو هيبقى متذبذب كده، وممكن يستقر بسبب ان هو يعني ما تاثرش بالعزم اللي بيخليه واقف عند قيمه ثابته. فهنا الادق بالنسبه لي ان هي هتتغير قيمه عزم الازدواج اثناء الدوران، ولكن برضو القراءة بتتغير. فبالنسبة لي هو كاتب لي هنا في الثانية لا تتغير قيمة عزم الازدواج أثناء الدوران. لا، بالعكس هتتغير، ولكن تتغير القراءة برضو هتتغير. طب يبقى دي برضو غلط على فكرة. طب قد لا يتحرك المؤشر أحيانا، يعني ممكن تحصل. طب يزداد عزم الازدواج أثناء الدوران ولا تتغير عزم لي الملفين الزنبركيين؟ بالعكس، عزم الملفين الزنبركين هيبقوا بيتغيروا برضه. يبقى بالنسبه لنا الثلاث اجابات دول غلط. اقرب اجابه للصح هنا قد لا يتحرك المؤشر احيانا، ويعني الافضل ان هو ايه تتغير. نقول كلمه تتغير قراءه المؤشر بتاع الجهاز، ويتذبذب المؤشر ولن يستطيع الاستقرار عند قيمه معينه يقدر يقراها. سؤال 10، الاشكال بقى بتاعت الجلفانومتر. الشكل المقابل يعبر عن التركيب الداخلي لجلفانومتر ذو ملف متحرك من المكون المصنوع من الألمنيوم. عندنا مكونين. المكون رقم 1 ده إطار الألمنيوم اللي حواليه ملف النحاس، وطبعا الرقم 4 مؤشر الألمنيوم. يبقى أنا عندي هنا بيقول لي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. السؤال ده مش أدق حاجة، لأن 1 تنفع على فكرة و4 تنفع، إلا إذا هو كان 1 هنا بيشاور على، هو هنا قلب الحديد مشاور لك عليه، هنا بيشاور على ملف النحاس، بس ملف النحاس ملفوف حول إطار من الألمنيوم. وبالتالي السؤال ده بقى المفروض كان يخلي لي في اختيار نقول فيه رقم 4 ونقول فيه رقم 1. الأقرب بقى إن احنا نختار 4، لأن أنا شاكك إن 1 ده ممكن يبقى ملف النحاس، ولكن ملف النحاس بيبقى حول إطار من الألمنيوم. بالنسبة لنا برضو السؤال ده كان الأفضل إن هو يبقى فيه اختيار يقول لك 1 و4. طب تعالى كده سؤال 11، الشكل المقابل يعبر عن التركيب الداخلي لجلفانومتر ذو ملف متحرك، فإن خطوط الفيض المؤثرة على الملف تكون على هيئة أنصاف أقطار. مين اللي خلى الخطوط على هيئة أنصاف أقطار؟ الأساس قطبي المغناطيس المقعرين اللي هو الرقم 2، ولكن القطبين المفروض إن هم يبقوا معاهم كمان قلب حديد مطاوع علشان ينظموا الخطوط دي، فيخلوا المستوى دايما بيوازي المجال، ويخلوا الملف دايما متأثر بعزم ازدواج قيمة عظمى وثابتة. طب وجود المكون رقم 1 قلب الحديد المطاوع؟ لا طبعا. طب وجود المكون او تصميم المكون 2 مع وجود 1 هي دي الإجابة الصح، ولكن لو كان قال لي تصميم المكون 2 بس كانت هتبقى مظبوطة عادي، لان انا ما قلتلكش ايه اللي بيخلي الملف دايما متاثر بعزم ازدواج قيمه عظمى. في حاجتين بيعملوا كده: وجود قطبين مقعرين مع وجود قلب من الحديد المطاوع. طبعا دي اسئله الجلفانومتر بتاعتنا. هندخل دلوقتي على اسئله جهاز الاميتر. هنراجع بقى دلوقتي على جهاز الاميتر يا شباب، يلا بينا. السؤال هنا رقم 12 بيقول لي توصل مقاومه مجزئ التيار مع الجلفانومتر طبعا على التوازي، ولازم تبقى صغيرة جدا. السؤال اللي بعده 13، عند توصيل مجزئ التيار الكهربي مع ملف الجلفانومتر. خد بالك ان انت اول ما بتضيف ار اس ار توتال للجهاز بتقل، والمفروض فرق الجهد ثابت، تيار الجهاز بيزيد، مدى الجهاز بيزيد،
حساسيه الجهاز بتقل على طول، يبقى هتقل حساسيه جهاز الجلفانو او الاميتر بقى، لان انت اول ما بتحط الار اس بتلاقي عندك ار توتال للجهاز قلت لانها على التوازي، والتيار الكلي للجهاز زاد، فمدى الجهاز بيزيد وحساسيه الجهاز بتبتدي تقل. طب 14 بيقول لي جلفانومتر مقاومه ملف ار، يعني الار جي بتاعته بار، فان مقاومه مجزئ التيار، يعني عايز الار اس يا جماعه اللي تخلي الحساسيه تقل للربع. طبعا انا ممكن اطبق قانون الحساسيه اللي هو اي جي على اي بيساوي ار اس على ار جي زائد ار اس، بس ده تضييع وقت. احنا عندنا جزء بنحله بالفهلوه هنا، ان انت لما بتلاقي الحساسيه قلت للربع يبقى الار اس بقت تلت الار جي، يعني المفروض ار اس تبقى ار، لان الار جي بار، تبقى ار على 3 او تلت الار زي ما هي موجوده في رقم 2. 15 بيقول لك النسبه بين فرق الجهد على ملف الجلفانومتر اللي هو الفي جي لما تقسمه على فرق جهد المجزئ. طبعا الاثنين بيساووا الواحد، لان الدائره الداخليه للاميتر دائره توازي، وبالتالي فرق الجهد بيبقى متساوي. العلاقه البيانيه دي بنعيد عليها تاني، هي علاقه ما بين الاي واحد على ار اس، يبقى اي بتساوي اي جي زائد اي اس اللي هي في اس على ار اس، او مكان الفي اس ممكن نقول في جي. طب مين هنا اللي مكتوب على الصاد؟ اللي مكتوب على الصاد الاي، واللي مكتوب على السين عندكم هنا يا شباب واحد على ار اس، يبقى الميل بتاع الرسمه دي هيبقى في جي او في اس، وان الجزء المقطوع من محور الصادات هيبقى اسمه اي جي. هو بيقول لي هنا الميل يساوي ايه؟ طبعا في جي او في اس، في غلطه هنا اهو، المفروض ان الميل يبقى يا اما في اس، ينفع كمان يبقى اي اس ار اس، دي غلطه يا شباب، الاجابتين دول ينفعوا، ما تنفعش طبعا تبقى اي اس، والاي جي ده الجزء المقطوع من محور الصادات. بيقول لي تحت من قيمه الجزء المقطوع من المحور الرأسي هي قيمه الاي جي. تعال معايا كده برضو للسؤال 18، بيقول لي جلفانومتر مقاومه ملفه 30، يعني انا معايا الار جي بتاعتي 30، اقصى تيار بيقيسه يبقى انا معايا اي جي 1/100 امبير، يراد تحويله الى اميتر، فتكون مقاومه المجزئ اللي هتوصلها عشان تياره يبقى 1 امبير، يبقى دي الاي بعد التعديل، وهو عايز قيمه الار اس. قانوننا بيقول ايه بقى؟ ار اس بتساوي اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. تعال نعوض كده يلا، اي جي بكام؟ 1/100 في ار جي 30 على اي بتاعتنا بواحد ناقص 1/100، كام يا ابو نادر؟ حلو قوي، يبقى تطلع معانا 3/10 اوم. خد بالك يا ابو نادر عشان هنا هي طالعه 3/10 3/10 ولا قربناها؟ لان هنا في 29%. حلو قوي، يبقى طلعت 3/10 بالظبط. برضو عشان الناس لو بصت ان 1 و2 لو بالتقريب الاتنين ممكن يبقوا بيساووا بعض، بس احنا ما بنقربش مقاومات يا شباب. يعني قيمة المقاومة اللي بتطلع معاك دي بتسمح بان يبقى في تيار معين هو اللي بيعدي، فما ينفعش ان انا اعتبر ان 29% هي 3/10. على فكرة 19 و20 لنفس السؤال، هو عايز المقاومة الكلية للأميتر. طبعا المقاومة الكلية للأميتر لو احنا هنجيبها هنقول ان الار توتال للأميتر حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هي ار جي في ار اس على ار جي زائد ار اس. نعوض كده، ار جي كام؟ 30 في ار اس 3/10 على 30 زائد 3/10 تطلع 29% اللي هي الإجابة التانية. تمام. تعالى كده النقطة الثالثة لنفس السؤال، هو بيقول لي أنا عايز أقصى تيار يمكن قياسه عند توصيل مجزئ 1/10 أوم. أنت من حقك تغير المجزئ عادي، بس مش من حقك إن أنت تتحكم في الجلفانومتر. يعني حاجة الجلفانومتر كده كده ثابتة، إلا لو هو في المسألة ابتدى يغيرها زي ما أنا هوريك. طبعا عايز اقصى تيار، يعني عايز الاي، ما تكلكعش رياضه، طبق قانون المعايره، اي بتساوي اي جي في ار جي
زائد ار اس على ار اس. يلا ابو نادر، اي جي بتاعتنا بكام؟ من الاساس 1/100 في ار جي 30، ار اس الجديده اللي هي 1/10 على 1/10 تطلع 3/1 امبير، تبقى الاجابه الاولى. برضو من ضمن الاسئله الحلوه واللي انا ممكن برضو حلها توالي وتوازي، خد بالك، ويبقى ده توفير للوقت. يعني هو بيقول لي في 21 انا معايا بطاريه قوتها الدافعه 2 فولت، تعالى كده نديلها مساحه هنجيبها فوق اهي. انا معايا بطاريه والبطاريه دي مكتوب عليها 2 فولت، وراها مقاومه قيمتها 150 اوم، طبعا بما فيها المقاومه الداخليه للبطاريه. يعني هو خد الار سمول وضافها على المقاومه اللي كانت موجوده هنا، فبقت كلها على بعضها 150. وجلفانومتر مقاومته 56، يبقى احنا عندنا كده وراها جلفانومتر مقاومته 56 اوم، يعني دي قيمه الار جي بتاعتنا. وصلها الجلفانومتر بمقاومه على التوازي، ماشي، وصلنا الجلفانومتر بمقاومه على التوازي عشان نحوله الاميتر. ما قاليش الار اس بكام، بس قال لي اول ما وصلتها تسمح بمرور 2/10 من التيار الكلي في الجلفانومتر. 2/10 يعني 2/10، 2/10 يعني خمس. يبقى انت عايز اللي يعدي على الجلفانومتر يبقى خمس التيار الكلي لجهاز الاميتر. الجملة دي معناها ايه؟ معناها ان الاي بقت 5 اي جي. الجملة دي معناها ان المدى زاد 5 امثال. الجملة دي معناها ان حساسية الجهاز قلت للخمس. ماشي. طب هو ما قاليش المجزئ كام، على فكرة انا ممكن اعرفه بسهولة. ازاي؟ حاجة كده اقول له ايه؟ مش الحساسية قلت للخمس، يبقى ار اس بتاعتي تبقى ربع الار جي. طيب ربع، هو عطينا ار جي بكام يا عم نادر؟ 56. ربع ال 56 بكام؟ مع انه ما طلبش الار اس بس احنا بنجيبها. حلو، 14 اوم. يبقى انا بقى معايا في الدايره ان الار اس دي قيمتها 14 اوم. ده جزء بيبين انت فاهم ولا لا، لان بديل اللي انا عامله ده ان انت هتضطر ان انت تستخدم قوانين فتضيع وقت. طيب هو بيقول لي احسب شده التيار الكليه المره في الدايره. طيب انت عايز التيار الكلي، يبقى انا ممكن اقفل الدايره كده، وعشان احسب التيار الكلي اي توتال هشتغل بالطريقه بتاعه التوالي والتوازي عادي. فهقول ايه؟ اي توتال بتساوي في بي على ار توتال للدايره دي. طب في بي عطاني بكام؟ ب2. طيب على 150 زائد، المفروض يا نادر ان احنا نعمل دول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 56 في 14 على 56 زائد 14 تطلع 11 و2/10. 2 على مجموع دول يا نادر يطلع كام؟ الناس اللي بتسمعنا لازم تكون بتحل معانا برضو. 5 على 403 امبير، ده التيار الكلي. وخد بالك بقى، وده التيار الكلي اللي هيدخل على جهاز الاميتر. اللي انت قلت لي ان الجلفانومتر خمس قيمته، يعني هي الاي دي يا جماعه. هو هنا عايز تيار الجلفانومتر، ما هو تيار الجلفانومتر خمس القيمه دي. يبقى انا بالنسبه لي لو عايز اجيب الاي جي هقول له ان هي بتساوي خمس التيار الكلي اللي انا جبته 5 على 403، تطلع 1 على 403 امبير. تبقى الاجابه الثانيه هي الاجابه الصح. برضو من ضمن الاسئله الجميله اللي ربطت ما بين التوالي والتوازي في الفصل الاول مع جهاز الاميتر المعدل من الجلفانومتر. 22 بيقول لي اذا وصل جلفانومتر مقاومته ار جي وكان اقصى تياره اي جي، اتوصل بمجزئ تيار مقاومته ار اس ليتحول الى اميتر اقصى تيار بيقيسه اي. ده الكلام الطبيعي اللي بتحول فيه الجلفانومتر لاميتر. بيسالني بقى على مين؟ على المقاومه الكليه للاميتر، طبعا اصغر من اصغر مقاومه في الدايره، يعني اصغر من الار جي واصغر من الار اس كمان. فبالنسبه لي هو بيقول لي بتساوي الار اس، لا طبعا. هل هي اصغر من الار اس؟ ايوه مظبوط. يبقى الاجابه الثانيه هي اللي صح معاك. طب تعالى كده
بيقول لي في 23 جلفانومتر مقاومة ملفه، يعني معاه ار جي ب5 اوم، ويبلغ اقصى انحراف له عندما يصبح فرق الجهد بين طرفيه، يبقى انا معايا في جي ب1/10 فولت، فانا اقدر على جنب كده اجيب له اي جي. احسب يا نادر، عايزين نجيب اي جي. اي جي بتساوي في جي على ار جي. انا معايا بقى في جي بكام؟ 1/10 على ار جي 5، تطلع 2/100 امبير. دي قيمة الاي جي قبل ما اعدل الجهاز واخليه اميتر. هو بيقول لي فان اقصى تيار يمكن ان يقيسه الجهاز عايز اي اذا وصل بمجزئ تيار على ايه؟ على التوازي طبعا. مقاومته 1/10، يعني انا معايا الار اس. هو عايز اقصى تيار يقدر يقيسه، وتبقى قانون المعايرة على طول. هو قانون المعايرة بيقول ايه؟ اي بتساوي اي جي في ار جي زائد ار اس على ار اس، بقت تعويض مباشر. اي جي بتاعتي ب2/100 انا حاسبها، في ار جي ب5 زائد ار اس 1/10 على 1/10، تطلع ابو نادر كام؟ 1.2%. وطبعا التوصيل على التوازي لان انا بحول جلفانومتر لاميتر. 24 بيقول لي اذا كان اقصى تيار يستطيع قياسه اميتر 8 امثال التيار اللي بيعدي في ملفه. مين ملفه؟ اللي هو الجلفانومتر. طب بالراحه بس عشان الحته دي مهمه قوي وفيها فهلوه. انت بتقول لي ان التيار 8 امثال تيار الملف، يعني التيار الكلي للاميتر هو 8 امثال تيار ملفه اللي هو تيار الجلفانومتر. طب ما ده معناه ان المدى زاد 8 امثال، وده معناه ان الحساسيه هتقل للتمن. فهم قايل له اهو ان الحساسيه تقل للتمن، ولما الحساسيه تقل للتمن يبقى ار اس هتبقى سبع الار جي. بالفهلوه على طول. طب هو عايز النسبه بين ار اس على ار جي، هتبقى سبع على 1 بسبع، تبقى الاجابه رقم 2. برضو عندنا سؤال حلو هنا ليه علاقه بالحساسيه، السؤال 25. سؤال 25 عندما وصلت مقاومة 12 اوم مع جلفانومتر، بتبقى ايه دي بقى؟ واحد يقول لي ثواني بس، ما هو وصلت مقاومة مع جلفانومتر تحتمل حاجتين لو انت بتراجع اجهزة، تحتمل تبقى ار اس وتحتمل تبقى ار ام برضو. هو وصلت مقاومة مع جلفانومتر ذو ملف متحرك، قل الانحراف من 50 قسم ل10 اقسام. طبعا هو طبعا عشان حاطط السؤال تحت بند جهاز الاميتر، ولكن وصلت مقاومه على التوازي، لان في الحالتين سواء على التوازي او على التوالي احنا بنبقى بنقلل حساسيه الجهاز لو بنحوله من جلفانومتر الاميتر او من جلفانومتر لفولتميتر. يبقى المقاومه دي هتبقى ار اس، وكان لازم يكتب لي على التوازي قلل الانحراف من 50 قسم ل10 اقسام، يعني قلل الخمس، يعني الحساسيه قلت للخمس. عارف اخواتنا البعد بقى الحسابات الرياضيه عندهم فيهم مشكله، 50 بقت 10، فال10 خمس ال50. يعني عايز تتاكد اقسم الصغير على الكبير هتطلع خمسه برضه. يبقى انا عندي الحساسيه قلت للخمس. طيب ولما الحساسيه تقل للخمس دي معناها ان ار اس بقت ربع الار جي. هو بيسالني على مين بقى؟ بيقول لي فان مقاومه الجلفانومتر، بيسالني على الار جي بكام. طب ما انا معايا الار اس، ومن هنا اقدر اقول له ان الار جي بتساوي 4 ار اس، و4 في 12 تدينا 48 اوم. برضه هنا كان يعاب عليه في سؤال 25 انه كان لازم يقول لك التوصيل على التوازي ولا على التوالي، بس ده طبعا بنك اميتر. تعالى برضه السؤال رقم 26، سؤال حلو وبرضه ليه علاقه بالتوالي والتوازي. السؤال 26 بيقول لي عند توصيل جلفانومتر مقاومته 200 اهو في دائره كهربيه تحتوي على مقاومتين 100 و100، وطبعا باين ان هم على التوازي، لان التيار لو طلع من هنا ومشي كده اول ما يجي هنا هيتجزأ جزء على ال100 دي وجزء على ال100 دي، ويتجمع يعدي على الجلفانومتر يخرج من الناحيه الثانيه. وبطاريه مهمله المقاومه الداخليه، يعني ار سمول هنا بصفر، وكما بالشكل انحرف مؤشره الى نهايه تدريجه. يعني الجلفانومتر ده اول ما عدى عليه تيار الدايره
انحرف مؤشره لنهاية تدريجه، يعني آخر قسم عليه رقم هو ده اللي هو وصل له. بيقول لي إذا علمت أن فرق الجهد بين A و B. يعني إيه بقى فرق الجهد بين A و B يا باشا؟ يعني فرق الجهد على 100؟ لا، فرق الجهد على منطقة التوازي كلها. بكام فولت؟ 1 فولت. طب ما كده يا باشا خلاص، أنا أقدر أجيب هنا التيار اللي دخل على منطقة التوازي، اللي هو هيبقى التيار الكلي للدايرة، واللي هو هيعدي على الجلفانومتر، فالتيار الكلي هنا هيبقى هو قيمة الاي جي بتاعت جهاز الجلفانومتر. انا دلوقتي لو خدت دول مع بعض على التوازي 100 و100 يدوني كام؟ 50. وفرق جهدهم كام؟ 1. يبقى التيار اللي داخل لهم اللي هو التيار الكلي هيساوي فرق الجهد على مكافأة منطقة التوازي. فرق الجهد 1 على 50، 100 و100 مكافأتهم 50، يبقى يطلع التيار الكلي 1 على 50 أمبير، ويبقى هو التيار اللي هيتجمع ويعدي على جهاز الجلفانومتر، والواحد على 50 اللي هي 2 من 100 أمبير. طيب تعالى كده للسؤال رقم 27. بدأ الكلام وبيقول لي ملي أميتر مداه 10 ملي أمبير. كلمة مداه يعني أعلى حاجة يقدر إن هو يوصل لها 10 ملي أمبير. طبعا خد بالك كلمة ملي أميتر دي تديني إحساس إن هو جلفانومتر لغاية ما يحصل حاجة تانية تغير المعنى ده. بدأ بملي أميتر، بدأ بمايكرو أميتر، يبقى هو بادئ بجلفانومتر. اقصى تياره يبقى انا شايف ان دي اي جي. ملي يبقى انا لازم اضرب في 10 اس سالب 3. مقاومته انا شايف ان هي ار جي لغايه دلوقتي. خد بالك ان في رسمه والصله في دائره كما بالشكل، وعندما يكون A و B طرف التوصيل. يعني ايه؟ يعني انت عايز تدخل بالتيار من عند A، تمشي في دايرتك، تخرج من B، مالناش دعوه بالطرف C. فإنه يعطي أقصى انحراف مع تيار شدته كام؟ بص بقى، أولا التيار أول ما يجي هنا هيتجزأ لفرعين. حبة هيعدوا على جلفانومتر اللي هو مقاومته 9، وهيكمل، ما هو فرعه لسه ما خلص، فرعه لسه ما خلص أهو، لغاية ما يجي هنا حالين شبهها. هنا الار جي بقى مش ب9، لأن هي على التوالي مع 9/10. يبقى أنا شفت إن ار جي 9 زائد 9/10 يعني 9.9 أوم، وآي جي بتاعته 10 لأن هي اللي هتعدي برضه على 9/10، تبقى 10 في 10 أس سالب 3 أمبير. وفي جزء هيدخل هنا على التوازي مع ده، يبقى ده كده كله على بعضه بقى اسمه ار جي 9.9. والار جي طالما توصلت على التوازي مع مقاومه يبقى دي الار اس بتاعتي. طب جميل، لو الار اس بتاعتي ب1/10 اكتب اهو ار اس بتاعتي ب1/10 اوم. هو عايز ايه؟ هو عايز يعرف الجهاز ده بقى، بيقول لي اهو والصله في دايره فانه يعطي اقصى انحراف مع تيار شدته كام؟ يعني عايز التيار الكلي اللي هيدخل على الجهاز ده. طبعا عايز التيار الكلي، انا قلت لك 100 مره طالما عايز الاي يبقى نشتغل قانون المعايره على طول. اي بتساوي اي جي في ار جي زائد ار اس على ار اس. خد بالك اي جي بكام؟ اي جي 10 في 10 اس سالب 3. تعالى نطلع سنه فوق كده. في ار جي بتاعتي بقى مش 9 بس، 9.9 زائد 1/10 على 1/10 يطلع كام تياري؟ يطلع 1 امبير. خد بالك لو ما كانش طلع 1 امبير كان ممكن نحوله لملي امبير. حوله كده، هتضرب طبعا في 10 أس 3 فهيبقى 1000 ملي أمبير. تعالى كده نحل السؤال رقم 28 برضو في مراجعة جهاز الأميتر. بيقول لي في الشكل الموضح عند غلق المفتاح K1 فقط. طبعا حضرتك لما هتقفل K1 بقت الار اس هي ار، ومقاومة الجلفانومتر مش معروفة فسميناها ار جي. قلت الحساسية لربع القيمة، قلت الحساسيه للربع، يبقى الار دي المفروض ان هي تلت الار جي. يعني الار جي بكام؟ ب3 ار، يبقى الار جي دي ب3 ار. طبعا كده كده الار جي ثابته ما بتتغيرش. طيب
بيقول لي يا ترى بقى حساسية الجهاز لما تقفل K2 بس، لما تقفل K2 بس بقت RS نص الار. طب ما هو بالفهلوة كده الRS كده قد ايه من الRG؟ سدس. اقسمهم على بعض هتعرف، نص على 3 يبقى سدس. يبقى المفروض كده ان هنا في الحالة دي عند غلق، لما اقول له عند غلق K2 بقت RS بتاعتي سدس الRG. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان الحساسية قلت للسبع. يبقى الحساسية تقل للايه؟ للسبع، تبقى الإجابة رقم 3. طيب تعالى كده سؤال 29. سؤال 29 بيقول لك جلفانومتر حساس متصل بمفتاح متعدد الطرق، يمكن توصيل الجلفانومتر بأحد المواضع المرقمة بواحد 2 3 4 عشان نحوله لأميتر، فيكون الأميتر أكبر مدى إمتى؟ اتفقنا لو عايز للأميتر أكبر مدى يبقى توصله مع أقل RS. اقل RS عندنا لو وصلته مع 1 تبقى R، لو ما وصلته مع 2 تبقى 1.5 R، لو وصلته مع 3 تبقى 2 R، لو وصلته مع 4 تبقى نص R. يبقى التوصيل يبقى مع رقم 4. في الحالة دي يا باشا انت هتحصل على اقل R توتال، اعلى تيار، اعلى مدى، اقل حساسية، واحنا عايزين اعلى مدى، وبالتالي كمان هيبقى اعلى دقة للجهاز. طب تعالى كده سؤال رقم 30 مراجعة جهاز الأميتر. بيقول لي أميتر مقاومته 15 أوم. هو بادئ بكلمة أميتر، شككني في نفسي، هو ده أميتر معدل ولا ده جلفانومتر؟ تعال نشوف. أميتر مقاومته 15 أوم وصلة على التوازي بمجزئ، يبقى ده جلفانومتر يا باشا. أميتر ضعيف يعني، وتبقى ال 15 أوم دي مين؟ الار جي بتاعتي ب 15 أوم، وصلة على التوازي بمجزئ للتيار، وصلة على التوازي بمجزئ للتيار، ثم أدخل في دائرة تيار كهربي فمر في الأميتر. طبعا الأميتر هنا اللي في الجلفانومتر، يعني مر في الجلفانومتر سبع التيار الكلي، يعني اي جي سبع الاي، يعني الحساسية قلت للسبع يا باشا، يعني ار اس بقت سدس ار جي. طيب سدس ار جي يعني الار اس كده بقت سدس ال 15، طلعت كام يا باشا؟ 2.5 اوم. دي ار اس الاولانيه لما عدى سبع التيار الكلي على الجلفانومتر. الجزء الثاني وعندما سخنت مقاومه المجزئ، ما هي لما تتسخن المقاومه من الفصل الاول بتزيد معايا، وبالتالي عندما سخنت مقاومه المجزئ مره في الاميتر. يقصد مين الاميتر هنا؟ الجلفانومتر، سدس التيار الكلي. يبقى انا هقول له بعد التسخين بقى الاي جي سدس الاي، يعني الحساسيه قلت للسدس يا باشا. يبقى ار اس الثانيه بقت خمس الار جي بتاعتي، يعني هي بقت خمس ال 15، طلعت 3 اوم. هو عايز النسبه بين مقاومة المجزئ قبل وبعد، النسبة بينهم 2.5 على 3 اللي هي 5 على 6. جميل. طب ده كده آخر سؤال للأميتر. هنبتدي بقى نراجع جهاز الفولتميتر مع بعض. طب تعالى بقى نراجع الفولتميتر مع بعض كده في بنك الأسئلة اللي احنا عاملينه. السؤال رقم 31، المقصود بالمقاومة المضاعفة للجهد. احنا قلنا هي مقاومة كبيرة جدا توصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر لتحويله إلى فولتميتر، تبقى الإجابة رقم 4. العلاقة البيانية اللي فيها جزء مقطوع كانت بتتحسب من في بتساوي في جي زائد في ام اللي هي اي جي في ار ام. طيب مين اللي مكتوب على الصاد؟ الفي، واللي مكتوب على السين ار ام. يبقى ده الميل يا جماعه، يبقى ميل الرسمه دي اي جي، وان الجزء المقطوع اكس ده هو قيمه الفي جي. بيسالني النقطه اكس تمثل ايه؟
تمثل طبعا قيمة الفي جي بالنسبة لجهاز الفولتميتر. طيب تعالى هنا، وكنا واخدينها في تسميع وبنراجع عليها تاني. كلما زادت قيمة مضاعف الجهد اللي هي الار ام والحساسية علاقة عكسية، يبقى الحساسية هتقل، دقة الجهاز طبعا هتزيد، لان احنا عايزين له مقاومة كبيرة جدا عشان ما يسحبش من التيار الكلي الا جزء صغير جدا. المقاومة الكلية للجهاز هتزيد، ومدى الجهاز هيبتدي يزيد معانا، كله طردي ما عدا الحساسية علاقة عكسية. 37 بيقول لي وصلة جلفانوميتر مقاومته 50، يعني انا معايا ار جي ب 50 بمضاعف جهد ار ام واحد مقداره 450، يبقى انا معايا ار ام واحد. فبقى الجهاز اقصى فرق جهد بيقيسه 1 فولت. من المعطيات دي لو طبقت في بتساوي اي جي في ار جي زائد ار ام، حضرتك كده بتجيب الاي جي اللي هي كده كده ثابته لجهاز الجلفانومتر. اقصى فرق جهد 1، اي جي انا عايزها في ار جي اللي هي 50 زائد 450 اللي هي 500، يطلع معايا اي جي 1 على 500 امبير، والاي جي دي كده كده ثابته للجلفانومتر. وعندما يتم توصيله هو نفس الجلفانومتر، يعني نفس معلوماته، نفس الار جي نفس الاي جي، بس وصلناه بمضاعف تاني ار ام 2، كانت اقصى فرق جهد يقراه 18. عايزين نعرف ار ام 2 الجديده بكام، فهنقول له ار ام 2 بتساوي في ناقص في جي على اي جي. انا دايما بختار القانون اللي يبدا بالحاجه المجهوله على طول عشان ما اغلطش رياضه. في بتاعتي اقصى فرق جهد 18 ناقص في جي اللي هي يا باشا اي جي في ار جي، اي جي 1 على 500 في ار جي بتاعتي الجلفانومتر اللي هي 50 على اي جي 1 على 500، تطلع صباغ معاك بكام؟ ار ام 2 تطلع 8950. معلومات الجلفانومتر دايما معلومات ثابته، الا لو هو غيرها في معطيات المساله. 38 بدأ بملي اميتر، يعني بادئ بجلفانومتر. ماله بقى الملي اميتر ده؟ ملي اميتر مقاومته 40، معايا ار جي ده لغايه ما احس ان في تغيير في الكلام. طيب ويقيس تيار اقصى، يبقى انا معايا اي جي بالملي نضرب في 10 اس سالب 3 تبقى امبير. فانه يلزم لجعله يقيس فرق جهد كهربي اقصاه 5 فولت، يعني انت عايز تحوله لفولتميتر، يبقى يوصل مع مقاومة مضاعف كبيرة على التوالي، تتحسب من في ناقص في جي على اي جي. يلا بينا مع بعض كده. اقصى فرق جهد 5 ناقص الفي جي طبعا اللي هي اي جي ار جي، اي جي 20 في 10 اس سالب 3 في 40 على 20 في 10 اس سالب 3 تطلع 210، وتوصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر عشان يبقى قادر لقياس فروق جهد اعلى. سؤال 39 سؤال محترم وركز فيه. وصلت مقاومات مقدارها 10 أس 4 و10 أس 3 و10 أس 2 و10 أوم على التوالي مع مصدر تيار مستمر، يعني بطارية وصلت معاها 1 2 3 4، دي 10 أوم، دي 10 أس 2، دي 10 أس 3، دي 10 أس 4 في دايرة كهربية. فإن الفولتميتر جايب لك فولتميتر مقاومته 10 أس 4، مقاومته كبيرة قوي، يعطي قراءة أكثر دقة عند استخدامه لقياس فرق جهد بين طرفي مقاومة من دول. أنا عايزه أعلى دقة يا حبيب قلبي، أعلى دقة يبقى هو تكون مقاومته كبيرة هو، لكن توصله على التوازي مع أصغر مقاومة. ليه؟ يا حبيبي لما هتوصل الفولتميتر أبو مقاومة كبيرة مع أصغر مقاومة، يبقى التيار اللي جاي الأغلب هيتسحب عند أصغر مقاومة، وأنا عايز كده، وهو يسحب الجزء الأقل من التيار الكلي، فتبقى دقته عالية. يبقى لو بتسأل على الجهاز
يبقى الجهاز مقاومته تكون عالية. لو هتوصله على التوازي يبقى على التوازي مع مقاومة صغيرة قوي، عشان التيار الكلي اللي جاي يتسحب الجزء الكبير على المقاومة الصغيرة اللي معاه على التوازي، وهو يسحب الجزء الأقل وتبقى دقته عالية، يبقى يوصل على التوازي مع مقاومة 10 أوم. سؤال حلو قوي. طيب بدأ الكلام في 40 ويقول لي ايه؟ يقول لي في 40 فولتميتر مقاومته 3000 اوم. ايه ده؟ فولتميتر يا ترى ده ضعيف ولا قوي؟ كمل. يستطيع قياس فرق جهد اقصاه 6 اذا وصل معه مضاعف. يبقى ده كان فولتميتر ضعيف، يعني ده في نظرنا كان جلفانومتر، مقاومته اللي هي ار جي. ليه عرفت منين؟ لانه لسه هيوصل له مضاعف. طيب يستطيع قياس فرق جهد اقصاه، يبقى دي مين؟ في جي، واقدر اجيب منها الاي جي. يلا لو انا عايز على جنب كده صباغ، يلا هات لي الاي جي. اي جي بتساوي في جي على ار جي. في جي اللي هي 6 على ار جي اللي هي 3000. حلو، 2 في 10 أس سالب 3 أمبير. جميل الكلام. إذا وصل معه مضاعف جهد قيمته R، يعني الار ام اللي هتوصلها بيه ار، زاد مداه، بص الكلمة بمقدار 3 فولت، يعني زاد على القديم 3 فولت. هو كان بيقرا 6 زاد عليه 3، يبقى في الجديدة بقت 9 فولت، وبيطلب مني احسب قيمة ار ام. يلا بينا. ار ام بتساوي في ناقص في جي على اي جي. في اللي هي كام؟ 9 ناقص القديم 6 على اي جي، احنا جبناها ب2 في 10 أس سالب 3، تطلع ار ام بتاعتي 1500 اوم. وده سؤال حلو جدا، يعني سؤال 39 وسؤال 40 اسئله محترمه جدا. طب تعال السؤال اللي بعده، سؤال فكره حلوه قوي، فكره توضح لك كل حاجه عن جهاز الفولتميتر. تركيز يا جماعه، والفكره دي في صفحه لوحدها ايه، عايزه مخ نضيف، ورقه وقلم واسمع. بطاريه، في بدايه الكلام بيقول لي بطاريه مكتوب عليها 1.4 فولت، مقاومه داخليه 2 اوم، وصلت مع مقاومه مقدارها 100 اوم، وجهاز اميتر مقاومته 4 على 3 اوم، يعني مش مثالي، على التوالي. وقفلنا وجاء قال لك ووصل فولتميتر مع المقاومه على التوازي. وصلنا فولتميتر على التوازي مع المقاومه اللي هي 100 اوم، وكانت قراءه الاميتر اللي هو طبعا ده اميتر الدايره، يعني قاري التيار الكلي. طيب اوجد قراءة الفولتميتر في هذه الحالة. واحد يقول لي ثواني بس، هو الفولتميتر في هذه الحالة إذا كانت قراءة الأميتر 2%، طبعا الطبيعي للفولتميتر يا جماعة إنه ليه مقاومة بتتوصل جواه وبتتوصل زيه على التوازي. ركزوا، يعني الطبيعي إن الفولتميتر ده لو هو مش مثالي يبقى له مقاومة هي مقاومة الفولتميتر، وعلى التوازي مع المقاومة 100 وبتبقى جواه. طب لو أنا بقول لك احسب لي قراءة الفولتميتر في هذه الحالة، يبقى أنا عايز قراءة الفولتميتر وهو غير مثالي. طيب في الوضع اللي قدامي ده الموضوع بسيط جدا. أنا معايا كم هنا يا جماعة؟ تيار كلي 2%. التيار الكلي دوت المفروض ان هو بتاع الدايرة كلها. طب 1.4 فولت دول هيتصرفوا ازاي؟ بص بقى، حبة على المقاومة 2 وحبة على المقاومة 4 على 3، والباقي يروح لمنطقة التوازي، يعني يروح لقراءة الفولتميتر. طب ما لو انا جبت فرق الجهد اللي اتصرف على 4 على 3 وفرق الجهد اللي اتصرف على 2 اوم داخلية وطرحته من 1.4، هعرف قراءة الفولتميتر من غير ما اعرف مقاومته اللي جواه كام.
ما هو عايز قراءته هنا، يبقى هو غير مثالي، يعني جواه مقاومة. طيب واحد يقول لي جميل، اجيبها ازاي؟ هقول له المقاومة 4/3 والمقاومة 2 فرق الجهد بتاعهم يساوي اي توتال في ار مكافئتهم، اللي هي مكافأة 4/3 والاتنين. صح يا باشا؟ يبقى التيار الكلي بكام؟ 2/100 في مكافئتهم اللي هي كام زائد كام؟ 2 زائد 4. صح كده؟ 4/3. ماشي، يطلع معايا فرق الجهد ده كام؟ 1/15 فولت. طيب يبقى قراءة الفولتميتر اللي هي في بتساوي فرق الجهد الكلي 1.4 ناقص اللي اتصرف عليهم اللي هو 1/15، تطلع 1.4 كم؟ 4/3 فولت. دي قراءته وهو جهاز غير مثالي. طب لقيته هو بيقول لي انا عايز مقدار الخطأ في القرايه، يبقى انا عايز اجيب قرايته وهو مثالي. طيب يبقى هرسم الدايره تاني واقول له ان انا معايا بطاريه مكتوب عليها 1.4 فولت، مقاومه داخليه 2 اوم، وراها هنا مقاومه 100 اوم، وراه جهاز الاميتر اللي مقاومته 4/3 اوم، وقفل. انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هوصل الفولتميتر وهعتبره مثالي، يعني مقاومته ما لا نهايه، يعني هو مش هيقرا الا فرق جهد المقاومه 100 اوم بس. طب بس انا هنا معيش التيار الكلي للدايره. واحد يقول لي ليه؟ ده ب 2/100. لا يا باشا، ده هو كان التيار 2/100 وهو غير مثالي، يعني جواه مقاومة، وكان ساعتها هو بيقرا 4/3 فولت. لو انا اعتبرته مثالي يبقى محتاج اجيب التيار الكلي للدايرة اللي هي في بي على ار توتال للدايرة. في بي 1.4 على ار توتال اللي هي 100. هو بقى ملوش مقاومة، مقاومته ما لا نهاية. 100 زائد 4/3 زائد 2، يطلع التيار الكلي 135 من 10,000 امبير. طب ما هو التيار الكلي كله هيعدي على المقاومه 100، لان هو بقى مش هيسحب لان انا اعتبرته مثالي. يبقى في الحاله دي اقول له ايه؟ اقول له لو عايز اجيب قراءه الفولتميتر وهو مثالي كده، هيبقى التيار الكلي في المقاومه اللي هو متوصل عليها يعني 135 من 10,000 في 100، تطلع كام يا باشا؟ 1.35 من 100 فولت. دي القراءة المثالية. وهو ليه مقاومة أرى 4/3 فولت، يبقى نسبة أو مقدار الخطأ بينهم هقول له أهو مقدار الخطأ في قراءة الفولتميتر هتساوي إيه؟ القيمة المثالية ناقص القيمة المقاسة وله مقاومة داخلية. يعني كم ناقص كم؟ القيمة المثالية 1.35%، وطبعا لازم تبقى هي أعلى، لأن هو لما هيبقى ليه مقاومة هيسحب جزء من التيار الكلي للدايرة، وبالتالي هيأثر على قرايته المثالية. يبقى ناقص 4/3، تطلع كم يا باشا؟ 16 من 1000 فولت. ده قيمة الخطأ اللي حصل هنا. إذا أنا يا جماعة في الأول كان هو جهاز مش مثالي، لأنه ما قاليش إنه مثالي، هو بيتوصل على التوازي يبقى مقاومته تتوصل زيه، وكان ساعتها ده بيقرا 2/100، يبقى المفروض إن فرق الجهد على المنطقة دي هيبقى فرق جهد الاتنين وفرق جهد 4/3، أطرحهم من 1.4 من غير ما أعرف مقاومته كام. بس هو هنا ليه مقاومة، فلقيته قرا 4/3 فولت. طب لو اعتبرت ان هو مثالي ومقاومته ما لا نهايه، يبقى هو لازم يجيب تيار الدايره في الحاله دي، وتيار الدايره في الحاله دي طلع 135 من 1000 امبير، وهيعدي على 100 اوم. اي توتال في ار طلعت القرايه المثاليه ليه 135 من 100 فولت، وبالتالي هطرحها من القراءه وهو ليه مقاومه، ودي تبقى قيمه الخطا في القرايه. سؤال حلو جدا. فكرة برضو مشابهة ل 41 و 42 بس أسهل شوية. السؤال
43 في البنك بيقول لك في الدائرة الكهربائية المقابلة اثبت أنه إذا وصل فولتميتر مقاومته 30 كيلو أوم بين طرفي مقاومة من الاثنين دول، هتكون قراءته، هو الطبيعي تكون قراءته أقل من فرق الجهد الفعلي اللي هو المثالي، اللي لما يبقى مقاومته ما لا نهاية مش 30 بنسبة 20%، يعني نسبة الخطأ بينهم 20%. تعال نشوف. هو أولا لو هو فولتميتر اتوصل على التوازي مع واحدة من الاتنين دول مقاومته بتتوصل زيه قيمتها 30 كيلو أوم، محتاجين احنا بقى هنا نلعب لعبة التوزيع بتاعت ال8 فولت، ال30 وال15 ب10 كيلو، يعني كأني عندي مقاومة 10 كيلو أوم عندها جهاز الفولتميتر اللي هو غير مثالي، وراه مقاومة 15 كيلو أوم، وعايزين نقسم 8 فولت عليهم. هي نسبة المقاومات دي كام يا جماعة؟ 10 ل15 يعني 2 ل3، يعني انت عايز تقسم ال8 فولت 5 حتت. اقسم ال8 على ال5 تطلع كام يا صباغ؟ يبقى الحتة ب1.6 فولت الحتة الواحدة. طب ده عايز حتتين، يبقى 3.2 فولت، وده ياخد الباقي 4.8 فولت. يبقى قراءة الفولتميتر بتساوي 3.2 فولت. ده هو لو هو غير مثالي. طب لو هو مثالي مش هيبقى مقاومته ب 30 كيلو اوم، هتبقى مقاومته كام؟ ما لا نهايه، يعني مش هيسحب تيار، يعني ساعتها هيبقى عندي مقاومه 15 كيلو اوم جنبها مقاومه 15 كيلو اوم، ال8 فولت تتقسم بينهم بالتساوي، فهو لو توصل على واحده فيهم وهو مثالي يقرا 4 فولت. يبقى اقول له هنا بقى ايه؟ قراءة الفولتميتر وهو مثالي هتطلع 4 فولت. الخطأ بينهم كام؟ 4 ناقص 3.2. تعالى بقى كده، إذا نسبة الخطأ في القراءة بص بقى بتساوي ايه يا جماعة؟ الخطأ، مقدار الخطأ على القيمة المثالية في 100. طب يلا بينا، مقدار الخطأ اللي هو هيبقى 4 ناقص 3.2 على القيمة المثالية 4 في 100، تطلع 20% فعلا نسبة الخطأ بتاعتي لما يبقى هو مثالي أو غير مثالي. سؤالين ورا بعض حلوين جدا يظبطوا لك حتة الفولتميتر. طب تعال في 44 مسألة عادية جدا، جلفانومتر الار جي بتاعته 1/10 اوم، يقيس تيار اقصاه، ادي الاي جي بتاعته 20 في 10 أس سالب 3 امبير. ما هي التعديلات التي تقترحها مع بيان طريقة التوصيل عشان تحوله لأميتر يقيس تيار أقصاه 1 أمبير، توصل مقاومة صغيرة جدا على التوازي اسمها RS تساوي IG في RG على I ناقص IG. يلا نعوض يا باشا. IG 20 في 10 أس سالب 3 في RG 1/10 على I 1 ناقص 20 في 10 أس سالب 3 تطلع 2.4 في 10 أس سالب 3 أوم. دي قيمة مجزئ التيار. طب لو عايز تحول الأميتر، دي مظبوطة عندك دي يا صباغ؟ عايز تحول الأميتر ولا عايز تحول الجلفانومتر؟ حلو، عايز تحول الاميتر كله. الاميتر اللي هو ايه بقى يا باشا؟ اللي هو ار جي بتاعته ب1/10 والار اس بتاعته انت جبتها كام؟ 2.4 في 10 أس سالب 3، وتياره اللي بيقيسه كام؟ 1 امبير. عايز تحوله كله لفولتميتر، يعني عايز تضيف له ار ام كبيره. خد بالك يا صباغ، مين الار جي؟ محصلة دول. يبقى هاتها لي يلا. يبقى ار جي جديدة هنا تبقى 1/10
في 2.4 في 10 أس سالب 3 على حاصل جمعهم 1/10 زائد 2.4 في 10 أس سالب 3. تطلع ار جي الجديدة بكام؟ 1.99 في 10 أس سالب 3 أوم. تبقى الاي جي بتاعتي قيمتها 1 أمبير، لأن أنا بعامل الأميتر كجلفانومتر جديد. طيب عايزين نجيب الار ام يا باشا. هيبقى ايه القانون بتاعنا؟ ار ام بتساوي في ناقص في جي على اي جي. الفي اللي هو اقصاها كام؟ اقصى فرق جهد 10، يبقى 10 ناقص افتح قوس اي جي اللي هي 1 في ار جي 1.99 في 10 أس سالب 3 على 1. احسب لنا الار ام يا باشا، قول لنا طلعت كام؟ راجع بقى مع بعض يا جماعه جهاز الاوميتر. فاكرين في الحصه ان احنا حلينا اسئلته في كتاب الامتحان تقريبا كلها. هنا بيقول لك تقوم فكره عمل الاوميتر على ايه؟ غير انه عزم الازدواج قلنا وجود علاقه عكسيه بين التيار والمقاومات اللي فيه. فطبعا ده موجود في قانون اوم للدائره المغلقه، لانه كان اي بتاعته بتساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. طيب تدريج الاوميتر غير منتظم ليه؟ لان احنا قلنا شدة التيار تتناسب مع المقاومة الكلية لجهاز الاوميتر مضافا اليها المقاومة المجهولة. يبقى الاجابة رقم 4. بعد كده يجي هنا يقول لك ايه؟ 47 جلفانومتر مقاومة ملفه الار جي بتاعته 200 اوم، اي جي ماكس بتاعته اقصى تيار يتحمله 200 مايكرو، يعني في 10 أس سالب 6 أمبير. يراد تحويله إلى أوميتر باستخدام مقاومة ثابتة، يبقى دي الار سي، ريوستات ار في، وعمود كهربي ادي الفي بي بتاعته، مقاومة داخلية مهملة. يبقى كده ار توتال يا شباب لجهاز الأوميتر هتبقى عبارة عن الار جي زائد الار سي زائد الار في بتاعتك، ومفيش مقاومة داخلية. هو بيقول لي عايز قيمة الار في بكام؟ قلت لك تعمل ايه هنا؟ تجيب الار توتال الاول وتطرح منها دول تعرف الار في. ار توتال لجهاز الاوميتر بتساوي الفي بي بتاعته على الاي جي ماكس بتاعته اللي هي بتمشي في دايرته، في بي 1.5 يلا صباغ على اي جي ماكس اللي هي 200 في 10 أس سالب 6. تطلع ار توتال كام؟ كلها 7500 اوم. انت معاك ار جي ب 200، انت كله معاك ب 7500، ار جي ب 200 ودي ب 1000 ونص. يبقى الار في بكام؟ المفروض 1500 و200 يبقى 1700، شيل منها 7500 تطلع 5800 قيمة المأخوذ من الريوستات. ودي في عملية المعايرة وقبل ما بنضيف ار اكس. في السؤال السابق عايز قيمة المقاومة المجهولة الخارجية ار اكس عند توصيلها بين طرفيه تجعل المؤشر في منتصف التدريج. يبقى ار اكس قد ار توتال للاوميتر. احنا جبناها بكام؟ 7500. طب سؤال 49 بيقول لك الجدول التالي يوضح قراءة مايكرو اميتر يعني جلفانومتر ار جي بتاعته 250. عايز قيمة المقاومة وقيمة المقاومة المجهولة بتاعته ار اكس. عايز المقاومة العيارية. اولا لازم اعرف ار توتال، مش انا هنا عند نص التدريج يا جماعة. طب بما اني عند نص التدريج يبقى المجهولة بتاعتي هي الكلية، يبقى ار توتال لجهاز الاوميتر 7500. طبعا هو التعديل ان هو مقاومة جلفانومتر مع مقاومة عيارية بس. يعني هنا الار توتال بتاعتي عبارة عن ار جي زائد ار سي، ما ضافش حاجة تانية. طب ار توتال ب 7500 وار جي ب 250، يبقى الار سي 7250، ودي اثناء عملية المعايرة. طيب 50 في الشكل المقابل عايز قيمة ار واحد. كم قسم دول؟ 6. انت هنا
ما انت هنا عند سدس التدريج، انت هنا عند 2/6 من التدريج، يعني انت عند تلت التدريج. ما انا عند تلت التدريج ار اكس بتاعتي بتبقى ضعف المقاومة الكلية لجهاز الأوميتر. طب هي ب 3 كيلو اوم، يعني هي ب 3000 اوم، بتساوي 2 ار توتال لجهاز الأوميتر. يبقى انا عرفت كده ان ار توتال لجهاز الأوميتر 1500 اوم. ماشي. هو عايز ايه بقى؟ ار واحد انا عندي فين؟ انا هنا عندي 3/6، 4/6، يبقى انا عندي 5/6 من التدريج. اقلب ونقص واحد، يبقى ار واحد دي اللي هي المجهولة عبارة عن خمس ار توتال. ليه قلت خمس؟ اقلب تبقى 6/5 نقص واحد تبقى خمس. طبعا يبقى انا كده يا باشا خمس 1500 تطلع معايا 300 اوم. وزي ما اتفقنا جهاز الاوميتر بيتحل بالفهلوه كده. طب تعال هنا، وصلت مقاومتين، واحده 2 ار والتانيه 4 ار، كلا على حده بين طرفي اوميتر. يعني دي المجهوله الاولى ودي المجهوله الثانيه، مع اوميتر ار توتال بتاعته بار. فمر تيارين اي واحد واي اتنين. اولا ار المجهولة الأولى ضعف الكلية، ار المجهولة الأولى ب2 ار والكلية بار، يبقى هي ضعف الكلية. يبقى اي واحد تياري ده هيبقى انت عند ضعف الكلية، زود واحد واقلب، يبقى انت عند تلت الاي جي ماكس. طيب المقاومة المجهولة التانية 4 ار، خلاص يبقى انا كده عرفت ان المقاومة المجهولة التانية ار اكس التانية هي 4 امثال المقاومة الكلية للأوميتر، لان هي ب4 ار والأوميتر مقاومته ار. زود واحد واقلب، يبقى اي 2 بقت خمس اي جي ماكس. هو عايز ايه بقى يا باشا؟ هو عايزك تقسم اي واحد على اي 2، اي جي ماكس راحت مع اي جي ماكس تطلع 5/3. طب سؤال 52، الشكل المقابل يوضح أو يمثل تدريج أوميتر أقصى تياره أي جي. كم قسم دول؟ 6. هنا عند سدس وهنا عند 5/6. طب انت وانت عند 5/6 كانت المجهولة 50، وانت عند 5/6 اقلب ونقص واحد، يبقى المجهولة خمس الكلية. هي المجهولة بكام؟ 50 بتساوي خمس ار توتال، يبقى ار توتال 50 في 5 250 اوم. دي المقاومة الكلية لجهاز الأوميتر يا جماعة. طب عايز ايه؟ لا عايز ار واحد. طب ما انا عندي سدس التدريج، اقلب ونقص واحد، يبقى ار المجهولة اللي هي اسمها ار واحد هتبقى 5 امثال ار توتال لجهاز الأوميتر. يعني 5 في 250 تطلع 1250 اوم. كل الأوميتر لو انت سامع حصة الأوميتر بتاعت الشرح هتحل بالفهلوة كده. طب تعال، الشكل المقابل يعبر عن أقسام متساوية على تدريج الأوميتر. طبعا 4 أقسام. هو أنا ار واحد دي عند إيه؟ عند 3/4 التدريج. اقلب نقص واحد، يبقى ار واحد تلت ار الكلية. طب أنا هنا وأنا عند ار 2 أنا عند نص التدريج، يبقى ار 2 هي ار الكلية. اقسمهم على بعض، تلت على واحد تطلع معايا تلت. كل مسائل الأوميتر تتحل بالفهلوة، غير انه سؤال اساسي في امتحان اخر السنة. طب تعال السؤال 54 بيقول لي اتصل طرفي أوميتر بواسطة سلك. يعني احنا بدل ما نوصل طرفي الأوميتر بمقاومة مجهولة وصلته بسلك فانحرف لنهاية التدريج. يبقى السلك ده مقاومته المجهولة صفر يا باشا، لان انا وصلت عند ار اكس بصفر، يبقى تبقى مقاومة السلك بصفر تقريبا، لانه وصل مؤشري لاقصى التدريج، يعني عند اي جي ماكس قصادها المقاومة اللي بقيسها بين طرفيه صفر. طب بص كده،
سؤال محترم جدا، شبه سؤال حليناه قبل كده، فركز. ده من كتاب الامتحان مراجعة نهائية، سؤال حلو قوي جدا قوي جدا. في دائرة الأوميتر الموضحة تتصل مقاومة RX، كنا فاتحين ده RX متوصلة، وصلتني لربع التدريج، يبقى RX دي قد ايه؟ قلب ونقص واحد، يبقى RX ده كل ده وانا فاتح K، يبقى RX قد ايه؟ 3 من الار توتال. يعني الار توتال تعادل ايه؟ تعادل تلت الار اكس. ماشي، انا كده عرفت ار توتال لجهاز الاوميتر. طب حبيبنا، عند غلق المفتاح كي، هو اللي بيقول لك اهو عند غلق المفتاح كي بقوا حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هو ار اكس الجديد، فار اكس دي طلعت ار اكس الجديده طلعت ربع ار اكس، طلعت ربع ار اكس. بالراحه بقى، هو انت دي ربع ار اكس قد ايه من ار توتال؟ ار اكس دي قد ايه من ار توتال؟ طب انا مش عايز اعملها كده يا عم رامي، انا كده دي ارقام صعبه عليا ورخمه. طبق القانون عادي، اي على اي جي، يلا صبغه. اي على اي جي بتساوي ار توتال على ار توتال زائد ار اكس. عوض ار توتال تلت ار اكس على ار توتال تلت ار اكس زائد ار اكس اللي هي ربع ار اكس، يبقى اي على اي جي تطلع 4/7. انا عايز اعرف اي قد ايه من اي جي ماكس، يبقى اي بتساوي 4/7 من اي جي ماكس. هي 4/7 دي لو جيت انت تجيبها على الآلة الحاسبة هتلاقيها ايه ده؟ صغرت كده لا بوهي. ماشي عادي، هظبطها انا. 4/7، مش انت بتعمل كده توصلها على طول؟ طب يلا خلاص، اهي خلاص وصلت. هي دلوقتي لو عايزه تبقى 4/7 عشان اعرف برضه انا هوصلها على قد ايه من التدريج، اعمل لي كده يا باشا. 4/7 دي اللي تطلع 57% من اي جي ماكس. عارف يعني ايه 57%؟ يعني انت بعد نص التدريج وقبل 3/4 التدريج. انت بعد نص التدريج يعني بعد 2 اي وقبل ما توصل ل3/4 التدريج، يبقى انت هتنحرف ما بين 2 اي و3 اي، لان اي 4/7 من اي جي، يعني انا وصلت ل 57% من التدريج، يعني بعد النص وقبل ايه؟ 3/4 التدريج. صح يا باشا؟ حلو قوي. تعال خلاص كده، ماشي. تم بحمد الله مراجعة الأجهزة والانتهاء من الفصل الثاني يا باشا. طب جميل، يا ريت تسمع المراجعة دي كويس، دي مراجعة لكل الناس. المراجعة دي بتظبط لك الجزء الثاني من المغناطيسية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.